مرحبا حبايب قلبي. طبعا اليوم حسويكم دورة تعليمية للصندوق الماسي اللي يخص المنتدى. طبعا هو الصندوق الماسي يعني تقدر تقول شيء مهم من تريد تكتب موضوع لازم تستخدمه بصورة عامة. فراح اسوي لكم نبذة مختصرة عنه، ويعني شيء نحتاج اكثر شيء احنا نستخدمه. اول شيء نتعرف على شكله، نطبع على موضوع جديد. هذا الصندوق الماسي، هذه ادوات الصندوق الماسي. احنا اول شي كون نكتب الموضوع، يلا نستخدم الادوات مع الصندوق الماسي. فرضا نكتب اي شي. طبعا قبل كل شي نريد نستخدم الادوات. اول شي نحدد اللي كتبناه، كليك من هنا وتجر الماوس. من هنا الاحجام، حجم الكبره والصغره. من هنا تخليه بالنص، بالنهاية، بالبداية. هيك لازم نحدد. يلا تتفاعل الادوات عليه. من هنا اللون. هنا أنا تقدر تسوي مجموعة ألوان، يعني يصير الخط على شكل مجموعة ألوان. تختار هنا الألوان. هنا ابتسامات، هاي ما له أي داعي. هنا تكبر، خلي الخط مايل جوا فوق خط. هيك فرضا. هذا اللي ما لهن داعي. هنا إذا تريد تحط بالكتابة رابط، هنا طالع لك ادخال رابط. أول شي لازم تحدده وتدوس ادخال رابط، تدخل الرابط اللي نريده. هذا صار بعد رابط، يعني من تدوس عليه، من تضيف الموضوع ويجي يشوف العضو، يدوس عليه طبعا على رابط اللي انت كاتبه. فهذا من ندوس رابط اضغط هنا، نحدده وندوس ادخال رابط، وندخل الرابط اللي نريده. صار على شكل رابط. هنا بالنسبة لل تدخل رابط داخل كتاب او داخل صورة، نفس الطريقة تحط الصورة تحددها، تدوس على ادخال رابط. هاي اللي بصفة حذف الرابط، يعني تلغيه، تخلي بدون رابط. على كل هنا اذا تريد تخلي رابط بريد الكتروني عن ايميلك، بتدوسه طبعا على ايميلك، يرسلك رسالة الايميل مالتك. هنا ادراج صورة. اذا عندك رابط صورة، طبعا اول شي الصورة لازم ترفعها برابط عن طريق مركز تحميل مال الموقع. هاي فرضا مركز تحميل صور ملفات علاقة ميوزك. تصفح، نختار الصورة مالتنا. اي صورة كانت. هاي فرضا ارفع الان، ننتظر بضع ثواني يطلع عنا الرابط. طبعا نختار رابط مباشر للملف، نسخة.
ونرجع على الموضوع مالتنا. على هاي ادراج صورة، كليك، وندخل الرابط، هتطلع الصورة. بس احنا بصورة عامة لازم الصورة نرفعها برابط. يلا نقدر ندخل الصورة بعد بصورة عامة. هنا ادوات عادية يعني ابراج وكتابة مخفية. وهنا قصيدة شعرية يعني تصير داخل الكتابة، تصير داخل فد شي مميز، مثل داخل مجلة، داخل ورقة. هنا تلون الكتابة، صورة عامة تلونها يعني أي ألوان، تصير مجموعة ألوان. وإطار هنا. طبعا هاي باقيات. انت بس خلي الماوس على الأيقونة ويطلع لك المكتوب شنو تفعل هاي الأيقونة. طبعا عندك هنا هاي الأيقونة. إذا تريد تضيف أغنية من اليوتيوب أو مقطع فيديو أو أي شي، تدوس كليك وتحط رابط الأغنية أو أي شي. فبصورة عامة من راح تحطها وتسوي اعتماد الموضوع وتضيف الموضوع، راح تطلع على شكل مقطع فيديو بدون ما تطب الرابط مالتها، تقدر تتفرجها من المنتدى. وهنا أغنية تقدر تضيفها على شكل رابط. هنا فلاش، إذا تريد تضيف مقطع فلاشي. والباقي ما إلا يقدر يعني مسألة طبيعية عادية. تحياتي للجميع، إن شاء الله تستفادون من هذا